السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى هنكمل باقي وصفة الوصفة الاقتصادية بربع كيلو اللحمة التاني. هيبقى النهارده هيبقى ربع كيلو معاه نص كوباية بقسماط. هنحط على الكوباية النص كوباية بقسماط نص كوباية مية، وندوبهم مع بعض كويس اوي ونسيبهم على جنب. تمام. ممكن على فكرة نص كوباية بقسماط ممكن يبقوا كوباية. انا بس عايزة اللحمة، طعم اللحمة يبان في الوصفة. لكن لو عايزة الكمية تزيد اكتر ممكن تعملي كوباية البقسماط دي، قصدي نص كوباية يبقوا كوباية. حطيت في الكبة بتاعتي بصل وبشرته فيها. هحط الربع لحمة، ربع كيلو لحمة، واحط عليهم البهارات بتاعتي اللي هي عبارة عن معلقة صغيرة او نص معلقة من البهارات. وهحط كمان بقدونس ناشف، نص معلقة. ممكن تحطي كزبرة خضراء. هحط بابريكا، هحط ملح فلفل. بس كده. بعد كده هضربهم مع بعض، البصل مع التوابل مع اللحمة. نسيت كمان هحط بيكنج باودر، يعني نص معلقة صغيرة كده. بعد كده هضربهم مع بعض كويس جدا في الكبة. وبعد كده هحط معاهم اللي هو البقسماط اللي انا حطيت عليه المية، كان تجانس مع المية. هحطه اخلطه معاهم في الكبة. تمام. يتخلط كويس جدا لحد ما اللحمة يبقى فيها أنسجة. هو ده الغرض. بس انا دلوقتي لقيت ان اللحمه لسه بتلزق في ايدي، فحطيت بقسماط. كل ما تلاقيها لسه بتلزق حطي بقسماط، البقسماط هيخليها ما تلزقش. تمام. انا تقريبا حطيت نص كوبايه من البقسماط تانيين. بس خدي بالك النص كوبايه حطاهم ناشفين من غير ميه، عشان تعمل تحسن من القوام ولزوجة اللحمة معايا. لحد ما لقيتها كده بتتشكل في ايدي تمام كده، مش محتاجة حاجة تاني. حطيتها كده في طبق زي ما انتوا شايفين، وهبتدي بقى اشكلها اقراص. بس انا عملت ايدي برضو، دهنتها ودهنت ايدي زيت عشان ما تلزقش في ايدي. تمام. اعملها اقراص. عندك الاقراص ديت بقى، آه، هتشوف هنعملها بايه تاني. ما شاء الله رميت معايا كتير جدا، طعم اللحمة كان باين فيها. صراحة وصفة تجنن. بقدر الامكان نعمل الاقراص اللي احنا نعملها دي تبقى كلها مقاس واحد، بس ما تكونش رفيعة، تكون تخينة شوية. تمام. بس هندهن كل شوية كده ايدينا بزيت علشان ما تلزقش في ايدينا، ويبقى السطح بتاعها املس كده. انا عملت بص كل الكمية دي تقريبا 23 قطعة، يعني رمي كتير جدا، وجبة غدا لخمس افراد. تمام قوي. دلوقتي انا هجيب بقى بيض وبقسماط، هعملها في البيض والبقسماط. هي بضاية واحدة. بعد كده هجيب هحط عليها فلفل اسود طبعا، وهحط حبة مية، ربع كوباية مية او لبن زي ما تحبي. بس عشان احنا بنقول وصفة اقتصادية هنحط مية. بعد كده اضربها كويس جدا. هحط بقى الكفتة في البيض، وبعد كده في البقسماط. تمام. ممكن بقى تقدري بعد ما تخلصي الكمية تشيليها في الفريزر، وقت ما تبقى وجبة غدا بقى سريعة كده محتارة تعملي ايه، تطلعيها على طول وحبة رز او حبة مكرونة جنبها يبقى تمام قوي. لكن لو هتعمليها في نفس اليوم لازم تدخل بعد ما تعمليها بالبيض والبقسماط التلاجة نص ساعة، وتخرجيها على القلي على طول. يعني كفتها هتعجبك جدا. ولو هتضيفي مع المكونات بكزبرة خضراء، يعني نقول مثلا حبة كده كويسين من الكزبرة خضراء يتعملوا معاها في الكبة، هيبقى طعمها أجمل برضو أجمل. دلوقتي هيت أنا خلصت الكمية وهقليها. دخلتها طبعا التلاجة وقلتها. كان شكلها طبعا زي ما انتم شايفين كده جميل جدا، طعم حلو قوي. كمية ما شاء الله وفيرة. وعملت جنبها مكرونة وسلطة حلوة قوي ما شاء الله. يا رب الفيديو النهاردة يعجبكم، وان شاء الله تجربوها وتعجبكم بإذن الله. باي باي.